السلام عليكم، اخباركم ايه؟ هنقول لكم باختصار اسباب هزيمه الاهلي امس من اتحاد العاصمه الجزائري. ومش هنقول زي الناس ما بتقول الحكام ولجنه الحكام والتحكيم الظالم، وانه حسب ضربه جزاء لاتحاد العاصمه والكهروب لوحده وقع حوالي 4 5 مرات، خد انذار في واحده والباقيين ما اتحسبلوش واتعنف وكده. غير كده ان الجون اللي جابه كهروب برضه في شك انه هدف. من اسباب هزيمه الاهلي الاجهاد لبعض اللاعبين، وعلي معلول مستواه هبط، وكمان امام عاشور في اخر الشوط الثاني مستواه هبط. كمان في حاجه تانية من اسباب هزيمه الاهلي، عدم الانسجام بين اللاعبين رضا سليم وامام عاشور ولاعيبه الاهلي السابقين. كمان المفروض نركز على الكرات الثابتة. احنا ما عندناش حد لعيب بيلعب كرات ثابتة، وما عندناش هيدرز كويس. المفروض احنا نشوف الموضوع الهيدرز ده. لما محمد عبد المنعم طلع بضربة هيد في الوداد المغربي جبنا جول. جالنا كام فاول بره منطقة الجزاء ولا واحدة اتشاطت بين الثلاث خشبات. لازم يكون عندنا لعيب كمان شويط زي محمود ابو الدهب وحمزة الجمل وزي كريستيانو رونالدو في النصر. لازم حد يشوط من بعيد، ولازم يكون الحاجات دي كلها موجودة. كمان بلد الجزائر الشقيقة كلهم شاطرين قوي في إضاعة الوقت، بيناموا أكتر ما بيلعبوا، زي ما صعدوا كأس العالم من ورا إضاعة الوقت والضرب والتخبيط. امبارح ناموا أكتر ما لعبوا. الراجل حسب 10 دقايق وقت ضايع، في العشر دقايق دول هم ضيعوا حوالي 3 دقايق. منهم الجون مسك وشه، ومنهم عند كورنر الأهلي قعد يستهبلوا لغاية ما الواد خد إنذار، ومنهم الجون برضو كل مرة هو اللي كان بيشوط الكورة. جه في مرة جاب مدافع يشوط الكورة وهو كده كده واخد إنذار، والحكم ما يقدرش يديله إنذار تاني لإضاعة الوقت. شوفوا كل ده وكمان الاهلي ما كانش مخصص حد يلم الكور يجمع الكور زي ما كان مخصص لسيد عبد الحفيظ.